السلام عليكم يا حبايبي، منورين احلى اخوات. اول حاجه نسمي الله ونذكر النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. تعالوا كده معانا فيديو جديد النهارده بقى، وحشتوني قوي. معانا النهارده كده يومنا يومي بسيط كده، روتين كده من اول ما صحيت كده عملنا كده غدوه حلوه. زي ما انتم شايفين، رز صياديه الاسكندراني الحلو بالبصل، بصوا الجمال. وشويه سمك بحر، مش عايزه اقول لكم حلو والله، كان طعمه زي العسل. ده سمك بحر يا حبايبي، بيتجاب من البحر عندنا في اسكندريه، بيبقى صغير كده غير البولتي. وشويه سلطه خضراء حلوين كده عملناهم. وتعالوا اتفضلوا معانا احلى اكله. وبعديها هنحلي كمان وهنعمل حاجه حلوه. خليكم معانا لحد اخر الفيديو. اوعوا تغيروا المحطه، بس حطوا اللايك. واللي ما اشتركش في القناه يشترك في قناه منوعات ووصفات ام حنين وزياد. واللي يشوفها لاول مره يشترك فيها بسرعه بسرعه، وحطوا اللايكات بسرعه يلا. بصوا السمك حلو ازاي، كان جميل والله. شوية بقى سلطة خضراء، شوية رز، عايزة اقول لكم جميل. تعالوا شوفوا بقى احنا عملنا ايه. بصوا سمك البحر اهو بوريه لكم. ده بيتجاب كده من حتة عندنا اسمها الانفوشي، في حلقة السمك. بيبقى صغير كده، وبيديكي بقى الموزة على المرجان، يعني بيعمل خليط كده سمك بحر حلو قوي. غير طعمه على فكرة جميل جدا، انا بعشق السمك ده. طلعته كده من الفريزر، سبته كده يفك، وتتبليه بقى بشوية بقى ملح وفلفل أسمر وكمون. وتحطيه بقى كده وتقلبيه مع بعضه قبل ما تحطيه في الدقيق وتقليه. اهو زي ما بقول لكم، ملح وكمون وفلفل اسمر. هتحطيه فوق السمك ودعكيه كده مع بعض كده، دعكه كده حلوه قوي قوي. وايوه كده اهو، بصوا. حطوا اللايك، واللي ما اشتركش في القناه يشترك في القناه. البصلايه دي مقطعاها، عملت بصلايه كبيره عشان اعمل بيها رز الصياديه. يعني قلنا بقى النهارده ايه، اكلتنا كده خفيفه وحلوه. وقلت الناس اللي مش من اسكندريه بقى، مش اسكندرانيين، يعرفوا بقى السمك ده ويعرفوه ويشوفوه. لو وصلتوا لحد هنا قولوا لي في التعليقات انتوا عارفين السمك ده ولا لا. اديني بقول لكم اهو، عايزه تعليقاتكم الحلوه، وعايزه اللايكات الكتيره. واوريكم بقى ازاي هنعمل بقى الرز الصياديه الاسكندراني بتاعنا، اللي بنعمله جنب البصل، بالبصل، ببصلايه كده. بنعمله جنب اكله سمك، اي اكله سمك بقى، مشوي مقلي. بنعمل الرز بالبصل ده. اسالوا عليه يقولوا لكم الاسكندرانيه بيعملوه. بص بنعمله بقى، بنحط البصلايه لحد ما تخلي لونها غامق خالص. تغمقي، يعني هي معروفه الرز الصياديه ده بالبصل الغامق اهو. بصوا لونه بقى لحد كده، بصوا ازاي اغمق خالص خالص. تعالوا كده خليكم بقى معايا من اول الفيديو، عشان في الاخر هنعمل حاجه حلوه برضو. اليوم بتاعي كده اول ما صحينا بقى كده، عملنا الغدا وعملنا الحاجه الحلوه. خدتكم معايا في الروتين في المطبخ ده، روتين البسيط في المطبخ. الله. وصلت لحد هنا قولوا لي الله يا ام حنين. اللي يعرف بقى رز صيديه بتاع الاسكندرانيه بتاعنا. بصوا لحد ما يغمق كده وياخد لون اهو، انتوا شايفين. بصوا لازم ياخد لون معاكي. يعني كل ما هتغمقي كل ما هيطلع معاكي غامق واحلى على فكره. حطي الرز بقى بعد ما البصلايه تغمق معاكي. ماشي، وقلبي فيه حلو قوي. خليه يشرب من الزيت وزي ما انت عملتيه والبصلايه. في نفس الوقت تكون انت غاليه الميه اهي بتاعه الرز. يعني دول 3 كوبايات رز عليهم 3 كوبايات ميه. انت حسب ما بتعملي المقدار بتاعك، 4 يبقى 4 كوبايات ميه. غليت تحطي اهو الميه المغليه. وتحطي بقى الملح بتاعك والكمون. بصوا، عايزه اقول لكم حلاوه السمك بالكمون. السمك بيعشق حاجه اسمها كمون، والرز صياديه بيعشق حاجه اسمها كمون. حطي الكمون. بصوا التكايه دي انا بعملها بقى بتبقى جميله قوي. بقطع طماطمايه صغيره كده حلوه. بتحطيها من فوق الوش كده على الرز الصياديه، بيديكي طعم جميل الطماطمايه دي جدا. بصوا بقى، حطيت بقى شويه الكمون زي ما قلت لكم، عشان الرز بيحب الكمون. والسمك كمان بيحب الكمون على فكره يعني. الاكله دي كانت خفيفه على قلبنا قوي قوي قوي. بتبقى خفيفه كده وحلوه. شويه ملح، شويه فلفل اسمر. وظبطي بقى ووطي النار وخليه يتشرب. او بصي، حطي الملح بتاعك وظبطي وحطي الكمون. الطماطميه دي يا حبايب قلبي بتديها طعم، جربوها واعملوه بنفس الطريقه دي. جينا بقى هنا للسمك اهو، طبعا وطيت على الرز. السمك انت بتبدريه بالدقيق. حطي الدقيق بدريه بيه على قد ما تقدري. تمام. بدري، جيبي شويه دقيق حلوين كده عندك على السمك.
وجهزيه كله. انا بعمل ايه؟ بجهزه كله، مش كل شويه اجيب السمكيه واحطها في الدقيق، لا، حاطه الدقيق وتبدريه بيه. تمام. او بص انا كده جهزته علشان احطه بقى اقليه. انا هقليه واوريه لكم بعد ما يتقلي عشان ما نطولش الفيديو. بص هنا بقى كان الرز بدأ يتشرب. انا هنا كان محتاج ميه عشان لسه ما استواش. بقلبه كده من فوق الوش عشان ايه برضو احط له شويه ميه. اول ما تحسي بيه لسه ما استواش حطي له الميه بتاعته. حط له شويه ميه علشان ايه كده اهو يستوي تاني، يكمل سواه وطي على النار. تاخدي احلى رز صياديه والله طلع طعمه. بصوا عايز اقول لكم تحفه، جربوه كده. جربوا الرز الصياديه بالبصله كده بالطريقه دي. الله الله. بصوا بقى السمك بعد ما قليناه، قليته انا. بصوا كنت حضرته هنا بالدقيق طبعا زي ما قلت لكم ومحضراه. طبعا هنعمل شويه سلطه بقى كده، محضره خيار وطماطم وجزر وبصلايه، وتعملي بقى شويه سلطه خضراء جنب الاكله دي عسل. بصوا بقى انا بوريكم السمك هنا بقى بعد ما كده خلصيه. سمك البحر ده زي العسل. والرز اهو استوى. بصوا بقى بعد ما خلصناه واستوى اهو ومفلفل وجميل والله يا حبايبي. تعالوا اتفضلوا معانا. مين بيحب الاكله دي قولوا لي في التعليقات، ومين عارف سمك البحر ده الحلو غير سمك البلطي؟ لا ده سمك كده تاني عندنا احنا في اسكندريه معروف. اوعي تنسوا الاشتراك في القناه، لايكاتكم. اللي مش مشترك في القناه يشترك فيها علشان يوصلكوا كل فيديو حصري انا بعمله جديد. يلا يا حبايبي بسرعه. بصوا هنا بقى الرز بقى. بصوا عايزه اوريكم فلفل جميل. كنت انا هنا بغرف بقى خلاص بقى الرز وبحطه بقى خلاص على الغدا عشان نتغدى. وعملت بقى سلطه الخضراء. تعالوا نشوف احنا عملت السلطه الخضراء جميله ازاي. حاطه فيها جزر، حاطه بصل، حاطه طماطم، حاطه خيار وشويه ملح، وتاخدي احلى سلطه. احلى سلطه خضراء جميله. لازم جنب اي اكله سمك لازم السلطه الخضراء دي. بتفتح النفس. يعني السلطه الخضراء دي بتفتح النفس على الاكل عموما جنب اي اكل. كنت بروك هنا كنا بنحضر بقى. كنت خلاص هنحط على السفره. تعالوا معانا بقى كده بنحضر اهو وهنتغدى على السفره. بصوا بقى احلى سمك قليتيه جميل زي العسل. شويه سلطه خضراء، شويه رز بقى كده صياديه مش عايزه اقول لكم. طبعا احنا اكلنا الاكله دي ومش عايزه اقول لكم كان طعمها جميله. بعدها بقى الولاد طلبوا بقى كيك كده حلو، حاجه حلوه. تعالوا شوفوها معانا برضو. هخليكم معانا تشوفوا عملت الكيكه ازاي بقى بطريقه حلوه على طريقتي انا. بعملها بطريقه حلوه جدا. شويه سلطه خضراء اهو جنب الرز. طبعا اتغدينا عايزين نحلي، لازم طبعا نحلي. هنعمله كيكه الزبادي برضو. هتشوفوها معايا من البدايه هنعملها ازاي، بس حطوا اللايكات. ايه رايكم بقى النهارده؟ خدتكم روتين معايا كده في المطبخ. عملنا الاكله بتاعتنا وعملنا الحلويات بتاعتنا اللي احنا هنحلي بيها. والله طعم السلطه الخضراء كان جميل. وشويه رز يستاهل بقكم، والسمك برضو يستاهل بقكم يا حبايبي. كل فانزاتي واخواتي وحبايبي بديكم الف سلام مني. تحيه كبيره لكل اخواتي اللي بيحبوني من قلبهم والله. بس حطوا اللايك بسرعه بسرعه واشتركوا في القناه. تعالوا بقى كده خلاص خلصنا بقى الغدوه بتاعتنا. نعمله بقى الايه الحلو بقى كده. عملت لهم بقى للولاد، عملت لهم صينيه كيكه حلوه كده. شوفوا طريقتي انا. بحط البيضتين دول ماشي. بحط بيضتين ودي كوبايه لبن. بحط لبن وزبادي. انا طريقتي في الكيك دي جربوها مش هتندموا. هتلاقوا هشه وطريه وزي العسل تحفه. انا بقى بحط هنا كوبايه زيت على سمنه، يعني بحط الاتنين عشان تطلع معاكي حلوه قوي. يبقى بيضتين، كوبايه لبن، كوبايه زيت على سمنه. تمام لحد هنا. هنحط كمان بقى ذره فانيليا. انا بجيب الفانيليا السايله. السايله دي بتديها طعم اكتر من البودر على فكره يا حبايبي. جربوها برضو تطلع معاكم جميله جدا. دي بقى زبديه برضو جايباها. بحطها كده مع اللبن. جربوا الزبادي والله ما هتندموا. مع الكيك تحفه، بتديها طعم احلى. ده بقى كوبايه ونص سكر. في على فكره بيحبوا الكيك مش مسكر، بيحطوا كوبايه، بس احنا عن نفسي بحب كوبايه ونص. مج من المج ده. انا بستعمل المج ده واحد ابو ايد ده اللي هو العادي في ده في كل المقادير بتاعه الكيك.
طبعا هتضربي كويس المقادير السايله دي، مقادير السايل انتوا شايفين، وبحط الخل ده بيديها يعني طراوه. الخل ده ما تقلقوش منه، بيدي طراوه للكيك. حطينا كل المقادير اهي وهنضربها في الخلاط اللي انتوا شايفينها. بيضتين، كوبايه سمنه على زيت، فانيليا، خل، كوبايه ونص سكر، زبديه. كل ده هتضربوه في الخلاط وهيبقى معاكم كده خليط سايل اهو يا حبايبي. هنحطه في البوله كده، تنزلي كل الخليط السائل اللي انت عملتيه. دول الخليط السائل. نيجي بقى للمقادير الجافه اللي هي 3 كوبايات دقيق. بس انا بعمل ايه؟ بنخل الدقيق كوبايه كوبايه، علشان كل ما هتنخلي الدقيق هيطلع معاكي الكيكه هشه وطريه. دي نصيحه، ما تحطيش الدقيق على طول، لا، انخليه على قد ما تقدري عشان يطلع معاكي الهواء في الكيك وتطلع معاكي متنفسه وطريه. تمام. هتشوفوا في الاخر بيطلع ايه في الاخر اهو، ده اللي انا بقول لكم عليه. بيطلع زي كلاكيه في الدقيق، انت مش محتاجاها. كانت هتنزل معاكي في الدقيق نفسه. لا كده، دول انت بقى تستغني عنهم وتنخليه على قد ما تقدري. وبنحط باكو كيك شيف مع الدقيق اهو. بصوا كيك شيف ده باكو هتحطيه وانت بتنخلي الدقيق، حطيه ونخليه مع الدقيق. يبقى حطينا الخليط السائل وحطينا 3 كوبايات دقيق ودي بيكم باودر كيك شيف. اضربي على قد ما تقدري اهو. بصي انا بجيب كنت المعلقه هنا علشان حتى الكلكه دي لو عملت منك عملت، ما عملتش خلاص ارميها. تمام. بجيب اخر كوبايه اهي معاكم عشان ايه نضربها مع الكيك. وحطيت باقي الكيس الكيك شيف ده، حطيت الباقي بتاعه. احلى كيكه هشه طريه كيكه الزبادي باللبن. في ناس بيعملوا باللبن بس، لا جربوا تحطوا اللبن مع الزبادي، هتديكم طريقه نتيجه حلوه قوي قوي، نتيجه جميله هتشوفوها دلوقتي بعينيكم، وليها طعم حلو على فكره جدا. بصوا بقى انا بحط ايه بقى. بحط كوبايتين من معلقتين كبار نشا مع الدقيق. حطي معلقتين نشا. النشا بيعمل ايه يا حبايبي؟ بيدي للكيك طراوه، بيخليها طريه. جربي تحطي كده كوبايتين، كل ما اقول معلقتين بقول كوبايتين. معلقتين دي نشا. بصوا ده بقى، ده جوز هند، باخد منه معلقتين 3 برضو، بتديله طعم، بتدي للكيك طعم على فكره والله. جوز الهند دي بتستطعم الكيك، بتطعمه. جربوها برضو مش هتندموا. كل ده الخليط اللي جاف ده فوق المقدار السائل دلوقتي هنضربه مع بعض. الكيكه كانت تستاهل بقكم والله. بعد بقى غدوه السمك دي عملناها، شربناها بشويه شاي بلبن بقى حلوين او اي عصير. تعمليها وانت قاعده قصاد التلفزيون، خدي احلى كيك. يلا حطوا اللايك يا حبايبي، قولوا لي ايه رايكم في التعليقات لو وصلتوا لحد هنا. خدتكم معايا في الاكله بتاعتنا، الغدا بتاعتنا والتحليه بتاعتنا. بصوا اضربوا بقى كل ده الكيك ده كله سائل مع الجاف مع بعض لحد ما يبقى معاكي الخليط زي ما انا هوريه لكم دلوقتي اهو. هيبقى سايل معاكي، يعني لا خفيف قوي ولا تقيل، لا يبقى معاكي وسط اهو. بصي كانت طالعه بيض على فكره، لونها ابيض ابيض مش غامقه، لونها ابيض ابيض بجد. قلبي على قد ما تقدري كده، هيطلع معاكي الكيك تحفه. مش عايزه اقول لكم عامل ازاي. قلبي 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 كده على قد، وجيبي اللي تحت فوق علشان ساعات بيبقى فيه خليط الدقيق تحت على فكره، مش بنطول، لا قلبي من تحت ومن فوق. احلى صينيه كيكه دي ولا ايه؟ كانت طعمها جميل قوي على فكره، جميله جدا. اعملوها وانتوا قاعدين في الصيف، بنحتاجوا حاجات حلوه مع كوبايه شاي مع عصير. انا عن نفسي بعملها كل كام يوم عشان الولاد بيحبوها. بص احنا هنا جبنا صينيه عاديه بقى، هنبطنها بشويه زيت ودقيق. لازم اي صينيه تبطنيها بدقيق علشان ما تلزقش منك القعر في الكيك. تعملي كده الصينيه تطلع معاكي من تحت الكيك والله بيضه زي الفل، وما تلزقش على فكره. بطنيه على قد ما تقدري، ونزلي بقى الخليط اللي احنا عملناه ده اهو في الصينيه. الله، احلى كيكه دي ولا ايه؟ جميله والله يا حبايبي. نزلي كده كله بالاسباتيولا، وما تسيبيش حاجه. الاسباتيولا دي على فكره ما بتسيبش حاجه خالص. بنعمل ايه بقى؟ بنهزها كده او تخبطيها مرتين 3 كده عشان تجيبي لو في وش فيها مش جاي، يعني مش مستويه من فوق، لا تبقى اليمين قد الشمال في النص. اخبطيها خبطتين كده عشان تستوي معاكي كل الوش بتاعها.
لو نزلتيها كده هتلاقي وش عالي ووش واطي، لا كده هيبقى ظبط معاكي. وهتدخليها الفرن، ولما تطلع هوريها لكم بقى جميله ازاي. بصوا بقى جمال بقى الكيك لما طلعت، بصوا جمالها الله، مش عايزه اقول لكم والله كانت طالعه سخنه على فكره هنا. بصوا انا كنت قطعتها، كنت بوريكم بقى بعد ما قطعتها، بصوا الجمال، كنت بوريكم عاليه ازاي. بصوا انتوا شايفين طبعا، لا اتكلم. حطوا اللايك بسرعه على الفيديو، قولوا لي الله يا ام حنين بقى الفيديو جميل ده. الله، بص الكيك بقطعها لكم عشان اوريها لكم مش لازقه من تحت ازاي. القعر بتاع صينيه نضيف جدا، من ايه بقى؟ من تبطين الزيت والدقيق. بص بطلعها لكم اهي، كانت عاليه وبيضه بيضه خالص مش غامقه. انا بقى هنا هعمل ايه؟ عندي صوص فراوله هوريه لكم، بجيبه من فتح الله، بخلي عندي للحلويات كيك اي حاجه، بخلي بقى نص منها ابيض كده وبخلي منها صوص الفراوله. عندي زياد وحنين بيحبوه فانا بحطه لهم عشان بيحبوا مع الكيك. احلى كيكه دي واللي طالعه زي العسل كده بقى، حلينا معاها شويه شاي بلبن، واو اوعوا وشكم، تحفه، كانت طالعه زي العسل. اوعوا تنسوا يا حبايبي اللايكات على الفيديو ده، علشان انا تعبت بجد في الفيديو ده يعني، عشان اطلع لكم بقى النتيجه الحلوه دي. الكيك حلو بطريقه حلوه، تعبت فيه. ادوني بقى اللايكات، واللي مش مشترك يشترك في القناه بسرعه. بصوا كنت بوريكم هنا بقى بعد، بصوا انا حبيت اوريكم عشان اوريكم القعر الصينيه مش لازق، وطالعه بص هشه طريه ازاي، جميله جدا. اتفضلوا معانا يا حبايبي، احلى كيك زبادي زي العسل، طري طراوه ولا طعمها جميله والله، جميله جدا. اهو بصوا ادي صوص الفراوله بقول لكم عليه، بجيبه من فتح الله على فكره ده، زي ما انتوا شايفينه كده. بخلي كده جزء ساده وجزء بالفراوله، اللي عايز ياكل كده او عايز ياكل كده. على فكره الصوص الفراوله ده بالكيك طعمه جميل جدا. الله، اهو بوريه لكم عشان تشوفوه. ده كده بتجيب من فتح الله، بجيبه واخليه عندي في التلاجة، اي حاجه حلوه بنحط منه. اسمه بينجو. بصوا الجمال، الله على الكيك. حطوا اللايك بقول لكم، وتعالوا اتفضلوا معانا بقى كده في الكيك الحلو ده. الولاد طلبوها مني والله بقالهم يومين، قلت نعملها كده بعد اكلة السمك نحلوا بيها، كانت طالعه زي العسل. اعملوا الطريقه دي واعتمدوها على فكره بالتفصيل، هتشكروني عليها، هتقولوا الله يا ام حنين الطريقه بتاعتك جميله جدا. هي الصينيه بتتكلم، بصوا علو الكيك عامل ازاي، حلوه ازاي. يلا اشوفكم بخير في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.